أهلا بكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج طلوا حبابنا. بداية كل عام وأنتم مشاهدينا بألف خير بمناسبة شهر رمضان المبارك. مشاهدينا ضيفتنا اليوم في برنامج طلوا أحبابنا فنانة ساحرة وذكية لديها القدرة على الحكم بمنطقية على أفعال الآخرين، وهي شخصية عملية وتهتم كثيرا بالتفاصيل الصغيرة. تعشق النظام والترتيب، وهي من الشخصيات المتواضعة، تبذل كل ما لديها من جهد سعيا وراء نجاحها. امرأة تؤمن بوجود الحب الحقيقي وترفض الحب الموجود بالقصص والروايات. تتميز بشخصيتها الودودة، وهي تحب مساعدة الآخرين ويمكن الاعتماد عليها. يتميز ستايلها بالأناقة والرقي، وهو ما يعكس جانبا كبيرا من شخصيتها. مشاهدينا ضيفتنا بحلقة اليوم من طلوا حبابنا من مواليد برج العذراء، وهي فنانة شابة لمعت في الوسط الفني، الفنانة العراقية حنين حداد. يسعد أوقاتك. يسعد اوقاتكم طبعا، وكل عام وانتم بالف خير بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك. وشكرا جزيلا يا باسمة على هاي المقدمه الحلوه. بس هم اكو يعني اسرار كلش دقيقه. صحيح. ما هو إنسان برج عرفتي. العذراء ما بحب الخيال، بحب دائما يكون في شيء واقع، وبحب الحقيقة، ما بحب اللف والدوران. يعني حسيتك انه قاريه كف اليوم. صحيح. أكيد. بداية بدنا لمحة مختصرة عن حياتك ببدايتك أو وسط الفني ودخولك العالم الفني حتى الآن، يعني بصورة مختصرة. اوكي. طبعا بدايتي الفنيه كانت من خلال دراستي. انا طالبه معهد فنون جميله، والسنه تخرجت الحمد لله. اختصاصي مسرح، فرع تمثيل. يعني كنت بتمثيل؟ ايه صح. انا بديت من التمثيل. بديت من اعمال مسرحيه. عندنا المسرح العراقي له اعمال جاده اكاديميه، والحمد لله والشكر توفقت باعمال اثنين. الاعمال الاثنين اخذت بها الاول بالعراق، وترشحت المهرجانات عربيه. بعدها تاهلت للتمثيل التلفزيوني، يعني مثلت دخلت مسلسل مجال الدراما. نعم. وكان يعني انعرض برمضان بسنه تقريبا 2012 مع الفنان الكوميدي لؤي احمد، مسلسل ابن نعناعه. ما كان دوري رئيسي، يعني كانت بدايه فنيه، كان دوري يعني ثانوي، والحمد لله والشكر هم توفقت. وبديت اني كنت مرحله ثانيه، بديت اغني من خلال درس تذوق موسيقي. اكتشفني استاذي الكبير، تحياتي الى من خلال هذا البرنامج، استاذ شافي عبد الله. كنت اغني الفنانه العراقيه امل خضير، كثير بسمعها. وبديت الحمد لله والشكر اتطور لحد لما بدينا باول فيديو كليب. كانت يعني لما رحتي على سوريا واقمتي سنوات في سوريا، كانت ممكن فينا نقول هي بدايه موفقه لك في الغناء؟ بصراحه انا بسوريا ما غنيت. بسوريا احنا كنا بسوريا بسبب الاوضاع اللي كانت بعد تصير في السقوط العراق. اللي كانت في العراق. كنت ممثله، ما كنت يعني في مطربه. فكنت اسمع يعني الرفاقي، يعني مثل مؤيد الاصيل كان يغني بسوريا، كثير فنانين، يعني صلاح البحر اللي هم طبعا الكبار بالنسبه للفن العراقي، وتحياتي لهم من خلال هذا البرنامج. شو بدك تسمعينا هلا في البدايه اغنيه نستغل هالجو الحلو؟ انت شو حابه تسمعوا؟ على ذوقك. اوكي. راح اغني لك عمل، او هو اخر عمل الي طبعا، من الحان الفنان نصرة البدر. اوكي. بالسلامة بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة تروح وترد يا حبيبي، يا حبيبي بالسلامة. ما أنام ليلي بعد ما أنام، أنا غير حتى روحي وما أغير غرامة. إيش أحب أموت، إيش بدون أموت، ومن يحاكيني حبيبي أنا ذوب بكلامه. وبالسلامة بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة تروح وترد يا حبيبي، يا حبيبي بالسلامة. الله، إن شاء الله دائما حياتك بسلامة يا حنين. إن شاء الله يا رب. حنين، بيقولوا إنه أنت متأثرة باللهجة السورية، وأوقات أغانيك عم تطلع باللهجة السورية، شو بتردي؟ صح. إنه بلقاء من اللقاءات سألوني قالوا شلون المطرب العراقي يغني بغير لهجات،
وكيف المطرب اذا كان سوري او اذا كان ما أردني بيقدر أو يغني باللهجه العراقيه. احنا العراقيين نمتاز انه اذا غنينا السوري نجيده، واذا غنينا اللبناني نجيده، اذا غنيتوا مصري بتجيدوا. بالضبط. بس المطرب العربي ما يقدر يغني. لا مو ما بيقدر، لا بالعكس، انه اني اتشرف باي مطرب عربي غنى باللهجه العراقيه. بس يصير تكسيره بالكلام. صحيح صحيح. يعني عرفت شلون؟ يعني مثل ما يا قلب شبيك ظل بصدري قاعد، انه هي تتغنى بالعراقي بس شوي يصير بها تكسير، تحسين اللي دا يغنيها انه مبين مو عراقي. فاني الحمد لله والشكر من كنت اغني سوري، انه غنيت بدايتي بشمال العراق كانت باربيل، وغنيت بالعراق، وهلا انه انا بغني بعمان، وغنيت ببيروت. اغني اللهجه السوريه بيقولون لا خلص غني سوري، ظلي غني سوري احسن. في اغنيه مشتركه قادمه حتكون معك مع فنان سوري، الفنان جلال حماده. صح، ولو هذا معلومات مسربه. انت عندك عصفوره بالموضوع. عصافير. بصراحه احنا اتفقنا على عمل يمكننا ببيروت. الفنان جلال حماده صاحب اغنيه واعيني. واعيني طبعا اغنيه مشهوره، من وجه له تحيه اكيد. وهو ذو شخصيه طبعا مؤثره وانسان متواضع. كان مع عائلته ببيروت، وكنا جوارين طبعا ساكنين بنفس العماره، واتفقنا على عمل يحكي معاناه العراق وسوريا، عمل وطني. والحمد لله والشكر يعني بدي بس اطلع على لبنان، احنا بنكمل العمل وان شاء الله يا رب بدايه موفقه. شفت اغاني لك كثيره اغلبها دويتو مع فنانين، ليش اصرتي انه تظهري بدويتو؟ لا بصراحه هو مو اصرار، بالعكس هي صدفه، اجت صدفه. يعني اول عمل كان انا كنت اغني بالعراق مع فرقه اسمها جيفاير، فاول عمل كان مع الفنان احمد جيفاير، كان موضوع غنى ويعني غناء مطرب ومطربه. شاءت الصدف انه انا قلت للصهيب خلي يعني نطلع بعمل، انت تصير شاعر، نطلب الكلام من غناء نسويه شعر، انت شاعر وانا مطربه. يعني الفكره كانت ما مطروحه، كان شاعر ومطرب، بس ما فكره كانت مطروحه انه شاعر ومطربه. من انطرحت الحمد لله والشكر يعني اخذ العمل. العمل الثاني هم صدفه، يعني تحياتي للمخرج رأفت البدر، اتصل فيا وانا كنت اصلا يعني عامله شوبينج بالسوق، انه بدي اياكي انه هسه تجين للاستوديو، كنت مفكره انه في تصوير، يعني اتفاق على تصوير بس مو تصوير بنفس الساعه، انه فيما بعد انا بالملابس الكاجوال وهاي. خلاص سجلوا، يلا سيف، يلا حنين، سجلوا الاغنيه، يلا صورت البرومو بنفس اليوم، انطرح بالليل. الناس قالت لي مبروك مبروك، واني اصلا ما ادري انه العمل طلع، يعني كان صدفه. زياد صليبه فنان عراقي طبعا، يغني انه ما في حب يابا، انه عنده اغاني متعدده وظهر انه هم كمان انه حاب يعمل معي، فسوينا عمل سوا. فهاي الصدف بالعكس، انه هسه اكثر انه الشباب من يجي مثلا يقول لي اريد اسوي عمليات، اقول له كافي عافيه، يعني انا طلعت باكثر من ديو. انه الناس يعني احتمال اخذت فكره انه حنين ما تقدر تطلع بعمل واحده، ولهذا السبب انه انا العملين الاخيره صممت انه اكون بها بوحدي. العمل اللي هسه غنيته مع الفنان نصرة البدر، وتفوقت به، اخذت الاسبوع الماضي اغنيتي اخذت الاول مشاهده. الاول مو بالمشاهده، بالاول بالتوب 10. والعمل الثاني هلا يعني بدي اصوره، عمل ما في من حبيبي بجماله، عمل كمان يعني راح يكون. مين الفنان اللي بتحبي تعملي معه دويتو واللي بتتمني انه عن قريب يعني هيك يصير في عندك عمل؟ طبعا انا من كنت موهوبه، كان البرامج يستقبلوني موهوبه. فاول برنامج كان نايت ميوزك على قناه الرشيد. كانت عندي امنيات اثنين، كانت واحده ستار اكاديمي، والثانيه عمل ديو مع الفنان ماجد المهندس. فحتى في وقتها المطرب طبعا والاعلامي عماد قال انه شويه هاي الموضوع شويه بعيد، بس ستار اكاديمي شويه، ماني ما فكرت بالستار اكاديمي، ولحد اليوم اتمنى انه عمل يجمعني بالفنان ماجد المهندس. كيف بتشوفي الفنان ماجد المهندس؟ احلى ما في الفنان ماجد المهندس انه فنان مثابر، فنان متواضع، فنان محافظ على اخلاقه الفنيه. تسمعي اغاني اكيد؟ اكيد، وفنان متميز باختياراته. كيف يعني مو المهم بالكميه، المهم بالنوعيه. بتعملي مع شركه انتاج معينه ولا بتنتجي لشغلك الخاص، يعني انتاجك الخاص؟ اول عمل لي كان انتاجي. الثاني انتاج
المخرج رأفت البدر. الثالث كانت عندي فرصة إخراج إنه تقارب، شركة تقارب ومعها مجموعة شركات حبوا ينتجوا لي العمل. بس يعني هسه حاليا إنه أنا ما متعاقدة ويا أي شركة. تحب الاحتكار؟ لا، ما بتحب الاحتكار. لأنه أنا بديت لوحدي وانطرحت علي مواضيع هواية بس ما مفكرة. بس هسه يعني صارت حتى الشركات إنه ما بتنتج كامل العمل، ولازم يعني ربع على الفنان او ثلث على الفنان هيك شيء. طب بما انه الفنان مصدر رزقه هذا الفن، يعني ممكن يكون هو المصاري اللي بتجي من هذا الفن بيعيش فيها اهله، بيعيش هو منها، مصدر رزقه هو. طب اذا هو صرف هاي الفلوس على هاي الكليبات، على انتاج الكليبات، برايك مو رح ينظلم الفنان العراقي انه ما في شركه عم تدعمه؟ والله هو تريدين الصدق، يعني هسه الفنان ايش قد ما يشتغل انه يجيبها اصلا يسوي عمل وينطرح العمل ورا بعد رح يرجع كمان يعمل عمل يعني ثاني، واحنا بنعرف كلنا انه الفيديو كليب مكلف. بالضبط. مو قلت لك هسه ماكو بعد شركات انتاج، انه لازم حتى شركه الانتاج لازم ربع على الفنان او ثلث او نص، يعني كذا موضوع. اما اذا كانوا بدهم يحتكروا الفنان فايضا رح يظلموه بانه رح يروح حتى الاحتكار. لا انا اعرف فنانين محتكرين، حتى الاحتكار هم يعني لازم الاوديو هو يشتري ولازم يدفع تصوير. زين وين الاحتكار بالموضوع؟ وين؟ ما داعي. قبل كان يلبسون الفنان، يشتروا له ملابس، يعملوا له ديو، يعني العفو اوديو، ويعملوا له كليب يصوروه ببلد ثانيه. الفرص اللي قبل احسن من هسه. اذا انعرض عليك هلا عمل تلفزيوني دراما تمثيل تشتغلي ولا رح تفضي بس للغناء؟ لا انا ما اتفضى، بس انا بصراحه يعني بالعكس اجيد التمثيل. تحب التمثيل؟ اي لا اجيد التمثيل، مو بحياتي يعني الخاصه. اجيد التمثيل التلفزيوني واجيد التمثيل بالمسرح. التمثيل اذا انطرحت علي حاليا فكره وشفتها حلوه والعمل مقنع ونص جميل بالضبط يعجبني تشتغلي كشخصيتي حاليا كفنانه، لا بالعكس انا مو رافضه هذا الشيء. اذا تشوفين انه هاي الاعمال الرمضانيه اللي حاليا يعني الفنانه شيرين عبد الوهاب هسه عندها عمل تمثيلي. تلاحظي انه اغلب الفنانين المطربين صاروا عم يتوجهوا الى التمثيل. بالضبط. خاصه في بيروت يعني وفي مصر بنلاحظ كثير من الفنانين عم يتوجهوا للتمثيل. هو الفنان متنوع. يعني الفنان يعني لازم يمثل ولازم يعني كذا موضوع. انا اليوم شفت لقاء الفنانه زميلتي طبعا هي بمعهد ميلاد سري. المذيع حاكاها قال لها انت كنتي راقصه. قالت له كنت راقصه وشنو بالموضوع؟ قال لها بس يقولون انت. قالت له هو الفنان يعني شنو؟ طب هو في فن اصلا، يعني هو الرقص ايضا نوع من انواع الفنون. هو الرقص هم نوع، وما نكرت الموضوع، بالعكس حبيت هذا الموضوع. وشخصيتها فرضتها قالت لي انا كنت راقصه. ورجع سالها سؤال ثاني قال لها انا شفت انه يذبون عليك فلوس. قالت له يعني هي الراقصه يذبون عليها كلينز مثلا؟ اي انا كنت راقصه وهي الفنانه حاليا وياي بالمعهد. يعني انا هسه تدرس تمثيل، يعني هي هلا بالعكس حابته يعني الطموح حلو انه هسه هي متفوقه، هي بصف رابع هسه متفوقه وعندها مسؤوليه وعندها ولد يعني وعندها مسؤوليه ومكمله بمسيرتها بحياتها. مسيرتها بالعكس حلو ما في شيء. حنين يعني انت بهالفتره القصيره من انتشارك بالوسط الفني وعمرك ما شاء الله يعني عمرك صغير العمر كله، قدرتي انك توصلي للي بدك اياه ولا لسه في امال وطموحات للفنانه حنين؟ لا لسه لسه اكو اشياء انا متاكده راح اوصل لها. انا اي طموح بحياتي او اي ما اعتبره حلم، اي شيء يجي بس يجي بعد تعب. بعد تعب اكيد. يعني انا حققت الحمد لله والشكر اشياء. اكو ناس اكبر مني واكو ناس صحيح قبلي اقدم منك وما قدرت يعني توصل لمرحله. انا بصمت عرفتي كيف؟ انا بصمت بالشاشه العراقيه. قمت من امشي بالشارع من اول عمل يقولوا لي هاي حنين. والحبيته بالموضوع انه اكو ناس يعني كبيره بالعمر مو صغيره يعني متابعه. تلاقيني انت ليش توقفتي؟ حنين احنا حابين الستايل مالتك، وين العمل الثاني؟ كذا موضوع. فيعني حبيت انه اكو ناس هواي متابعيني من الفئات الصغيره ومن الفئات الكبيره. لاحظت انك بتهتمي بالنوعيه وليس بالكميه، لهيك يمكن عندك اغاني سنجل قليله. بالضبط. ولازم يعني انه شنو الفائده اني اظل يوميا اسوي اغنيه وبعدين ما تتابع وما حدا يشوفها. لا مو ما حدا يشوفها، لا اكو كم يشوفوها بس ما اعرف اختار. يجوز
او الكلام يجي مو الكلام ده. بس انه من اتاخر اختار كلام واختار لحن يكون متميز يختلف عن اللي انا قدمته سابقا. وخصوصا هسه تشوفين يعني الالحان واحد يشبه الاخ. صحيح. بدت حتى تخلص يعني ما اعرف يعني شلون انه هسه الهيوة كذا موضوع بدت تتكرر. فشويه يعني لازم اكو تميز. يعني قبل كم يوم كنت احكي مع علي صابر الملحن الكبير. الملحن الكبير اكيد. فقلت له يعني بس تبع اغنياتي على مود انت تعرف. قال اشتري. قلت له ما حقول لك شريد لانه اني لازم انت تشوفني. قال اوكي راح اتابع اعمالك حتى اعرف انه اني شنو ما عندك واعمل لك شيء جديد. بالضبط. شو بتغني لنا هلا كمان نسمع منك؟ شو حابه تسمعي؟ شيء قديم ولا جديد ولا شو؟ على ذوقك. حنهلك كل يوم بالاغاني. راح اغني لك اغنيه بما انه انت قلتي لي على السوري. على السوري. سامحتك من كل قلبي يا محبوبي، سامحتك وبعيوني ومع غيري يا الحبيب لامحتك. وسامحتك من كل قلبي يا محبوبي، سامحتك وبعيوني مع غيري يا الوليف لامحتك. تنسى العشرة وتنسى الماضي وانا قلبي بحبك راضي. وقت تنسى العشرة وتنسى الماضي وانا قلبي بحبك راضي. وبعيوني اي مع غيري يا الوليف لامحتك. سامحتك من كل قلبي يا محبوبي، سامحتك. الله. طبعا هاي الاغنيه عشقها انا ما احبها. حلوه الاغنيه. اكيد نطلع فاصل حنين قصير ونرجع نتواصل. اذا مشاهدينا فاصل قصير ومتواصلين بيطلوا حبابنا مع النجمه حنين حداد. عدنا مشاهدينا بيطلوا حبابنا مع الفنانه حنين حداد وفقرتنا التاليه. حنين، لمين تسمعي من الفنانين القدماء؟ بصراحه انا سبق قلت لك انه انا كنت اسمع الامل خضير، اسمع الرياض احمد، اسمع الفاضل عواد. يعني كثير من الفنانين هدول الفنانين العراقيين. خلينا نقول كمان الفنانين العرب تسمعي لحتى معين؟ اي طبعا اكيد. اسمع لابو بكر سالم، اسمع محمد عبده، كثير يعني بصراحه يعني فنانين. اسمع الورده الجزائريه، اسمع المياد الحناوي. وبنفس الوقت انه اني يعني اذا اسمع اغني يعني احس انه وين اجد الاغنيه. بس يعني التميز عراقي انه اكثر شيء كنت احبه من انا صغيره يعني اغني تسمعيها. يعني يعني كاظم الساهر الاغاني مالته القديمه كلش مميزه احبها واحب اغنيها. شو بدك تسمعينا شيء قديم؟ شيء قديم. اسمعكم راح اسمعكم في شيء يعني خلينا نطلع شويه من اللون. دائما اغني ببرامج امل خضير امل خضير. راح اسمعكم شيء رياض احمد. مجرد كلام حكيته ونسيت حبيبي حرام على الحب جنيت. ومجرد كلام حكيته ونسيت حبيبي حرام علي جنيت. قلت لي انتهينا كلام ومشيت. عجيب الليالي غريب الزمان يخلي الحبايب كل واحد مكان. ويا ريتك تيجي وتعوض الحنان. قلت لي انتهينا كلام ومشيت. حنين بتغني أغاني تراثية عراقية، برأيك هل الفنان يجب أن يبقى على تواصل مع التراث العراقي؟ لازم. إنه حتى هسه إذا عندي حفلة لازم أغني شيء من التراث. بالضبط. أنت شفتي البرامج إنه اللي عرب آيدل أو ذا فويس؟ صحيح. دائما حتى المشاركات العربيات مو العراقيات اللي إسراء محنوش أو برواز حتى كانت تغني باللغه الكرديه. فلازم تغني شيء تراثي قديم مثل ميحانه ميحانه. يعني ميحانه ميحانه اغنيه ما تموت. عرفتي شلون؟
او على جسر المسيب سيبوني، هاي دائما اغاني ما تموت. ف يعني التراث ضروري يكون مع الفنان. امك إلها فضل بانها دعمتك بالفن، ودائما كلمه امي على لسانك تتردد. الصراحه امي شيء كلش كبير بحياتي، يعني مو لانه هي امي وخلص، لا، لانه هي تستاهل انه شقد ما راح اقدم لها من امر، وشقد ما راح اقدم من نجاح، ما راح اوفي الذره من اللي هي قدمته. كيف كان تقبل اهلك لك الوسط الفني؟ بالبدايه انه امي انسانه مثاليه، يعني انسانه كلش مثقفه وامراه قانونيه دراستها قانون، وانسانه عمليه، يعني قدمت كل شيء اللي عندها، مو على مود اني اوصل بالفن، لا، انه هذا الفن يعني اجى عن طريق الصدفه، انه انا قلت لك دراستي، بس امي سندتني بحياتي كثير. موضوع التقبل، احنا مجتمع شرقي، ماكو اي عائله تتقبل انه بنتها تجي تقول انه انا راح اغني. هذا موضوع احنا جديين به، انا ما اقدر اقول لك قلت ما حغني وخلاص انتهى الموضوع، لا. بس انه ما زال اهلي عندهم ثقه بي. اوكي، انه اني اذا راح ادخل بالفن او اذا راح اغني بكذا مكان حتبقي ملتزمه بحياتك اللي تربيتي عليها، ما راح يتغير بها شيء. وهذا طبعا ما له علاقه، يعني احنا بمجتمعنا نشوف كثير بنات يعني هي ما لها علاقه بالفن، صحيح، وتشوفها يمكن دارسه واهلها سادين الباب عليها، بس اذا تريد تطلع من الطريق تطلع من الطريق، ما له علاقه. صح. بس تربيه الانسان وضميره اذا يكون دائما وياه، فما اعتقد هذا راح يغير شيء. وانا الحمد لله والشكر، امي تقول لي عندي ثقه بيش لو اذبك بنص جيش. على سيره الجيش، غنيتي اغنيه وطنيه، صح، وشفتك اخويا شفتك على الفيسبوك منزلين لك صوره بثياب ولباس جيشي العسكري. خبرينا اكثر عن هي الاغنيه. الاوضاع الاخيره بصراحه انه كان لازم اقدم شيء للوطن، بالضبط، او شيء للحشد، لانه كثير من الشباب اللي هم عزيزين على قلبنا، أنا واحدة من الناس اللي خسرت 3 أصدقاء، واحد منهم الشاعر علي رشم، والثاني صديقي هو فنان مطرب وتطوع على مدافع عن الوطن، فنان علي الخليجي، هو ابن أخت الفنان نصر البحار، شقيق الفنان أحمد البحار. الثالث كان صديق لي، طبعا هو عم يسلم علي بالتليفون ودا يحكي وياي، واستشهد، فتأثرت بالثلاثة. بصراحة أغنية قدمتها أني للوطن، وقدمتها الكل عراقي عنده غيرة على بلده، سواء كان بعيد عن البلد أو موجود داخل البلد. وحكيت عن شيء موجود، قلت له ها أخويا علطك فزعني، نخيتك ولا تفشني، أنا أختك أنت مجربني، أنعد ب1000 زلمة بيوم يصير طق وزمات، عراقية أني وبي الغيرة أصلية، وعلى الشاجور لحيم الحم هنيدية، ولو طقيت قلاب اقلبها هالدنيا، بمرقطه بدلها عباتي وياك لو هديت. وكنت اتمنى بالتصوير، الوقت صار ضيق ما تصير، انه البس العبايه وبعدين البس الزي المرقط حتى يكون ويا الكلمات مال الاغنيه، فشاءت الصدف انه منحي. برايك الفنان كثرة أغانيه الوطنية اللي بتوصل رسالته، ولا لازم تكون أغنية معبرة هي اللي بتوصل رسالته؟ نحن كثير بنشوف فنانين عندهم كم هائل من الأغاني الوطنية، ربما بعضها غير مسموع وربما بعضها يلي انسمع. برأيك لازم الفنان يكتر من الأغاني الوطنية؟ لا، اكو كثير من الفنانين استخدموا، شلون عندنا نقول احنا استخدموا بشيء من دراستنا استخدموا الدين غطاء لتوسعاتهم. صحيح، بالضبط. فاكو بيهم اتخذوا الأغاني الوطنية حتى يوصل، او هاي الهوسات. انت اذا تلاحظين الاغنيه اللي سريعه او الاغنيه تجي تنسمع فتره وراها تموت، صح، بعد حتى ما حد تيجي غيرها تاخذ. فهذا غلط، لا بالعكس، اسوي اغنيه تخلي يعني الاجيال اللي وراي تسمعها، تخلي اغنيه انه مو بس جيلي يسمعها، تبقى في الذاكره. بالضبط، مثل ما الاغاني القديمه لسه بذاكرتنا وما زال حتى هلا، يعني حتى الان الفنانين عم بيسمعوها. بالضبط. سمعينا شيء طيب. شو حابه هذا الشيء يعني؟ على ذوقك. اوكي، على ذوقك. راح اغني شيء للفنان حاتم العراقي. ذكرتك والسما مغيمه وعليك الروح محتاره، مدري الدمع من العين، مدري الدنيا مطاره،
وينك ما إلك عنوان، واسمك ضاعت أخباره، البحر لو يبعدك عني لسوي القلب عباره، ويا طير يا مسافر له وصل له هذا الكلام، ميت حبيبك قل له والليلة بد ما ينام، عشرتنا ما ناسيها وكل يوم أفكر بيها، والعشرة متهون إلا على ابن الحرام. الله. أنا بحب هالأغنية حلوة. وأني طبعا الأغنية أحسها كلش قريبة من قلبي فأغنيها. الفيديو كليب ضروري للفنان برأيك؟ يعني إذا كانت الأغنية فقط أوديو ما بتنسمع؟ ولا لازم نصورها فيديو كليب حتى تنشهر؟ يعني هي ضروري الفيديو كليب للفنان حتى ينتشر؟ شوفي، هو مو ضروري، لا ضروري الفيديو كليب للفنان، لازم الفنان يصور، لازم يصور شيء صح. أول ظهور للفنان كلش ضروري. يعني لازم نعرف صوت وصورة. وبنفس الوقت إنه تشوفين اكو هوايه يعني ناس بس تجي تريد تصور بس. هاي مسؤوليه، انا اعتبر الفن مسؤوليه. يعني انا مطلوب من عندي ستيج، مطلوب من عندي حفله، مطلوب من عندي انه لازم اغني موال، مطلوب من عندي انه في يوم من الايام قالوا لي ذبي المايك وغني مثل ما هسه دا اغني لايف. فمو كل شيء يعني انه الفن مسؤوليه، انه مو لازم انت تجي تغني تصور كليب وانت يس طلعت وشافوك الناس راح يطقون صوره وياك بالشارع وكذا انتهت لا، انه لازم اكو اشياء هوايه. شو الصعوبات اللي بتواجهها الفنانه وخصوصا الانثى بحياتها العمليه؟ تواجه صعوبات بحياتها؟ اكيد. اصلا هي بلا شيء مطارده انه فنانه، يعني بلا شيء مضطهده تجي تصير فنانه. شوفي احنا عندنا شيء الفنان، تشوفيه الفنان المصري انه دائما تشوفيه باول ظهوره يتميز وخلص، انه حتى بينطلق عربيا. احنا عندنا مشكله بالعراق، دائما الفنان ندور على الزله مالته، يعني ما ندور على اشياء موجوده تفيده او تخليه ينجح. يعني ابسط شيء الصوره، اذا نزل صوره بيها مثلا دا ياكل وشايف شوفي شو مسوي. يعني بيلحقوه على الاشياء اللي بتخليه تعيبه. ايه يعني انا حتى حياته. بالعراق متقيده بالمطعم اللي اقعد بيه، متقيده باللبس اللي اطلع بيه، متقيده، يعني لازم اتصرف بحذر كلش. عرفتي شلون؟ وبنفس الوقت انه انا كأنثى، لا انا قبل ما اكون فنانه انا يعني اكو اشياء هواي صعبه. انا ادرس واشتغل وادرس بنفس الوقت، ومسؤوله عن عائلتي طبعا، والحمد لله والشكر. يعني ما شايفه يعني انه انا يعني ما محققه شيء، لا انا محققه اشياء بحياتي ما ممكن ان يحققوها، مثل ما نقول 7 زلم. انا اعرف اشخاص واعرف بيوت مفتوحه بها 7 زلم ما حققوا اللي انا محققته. لانك انت دائما بتسعي وبتبذلي كل جهدك حتى تنجحي، لانه عندك مسؤوليه اكيد. لا انا مو حتى انجح، انا اصلا ناجحه، يعني هو تواضع مو غرور، بس انا الحمد لله شكر كل خطواتي احسب لها 100,000 حسابا. يعني انا بالسنه اذا ما سويت 3 مشاريع اعتبر نفسي فاشله. بتهموكي بالغرور شيء؟ لا بعيده عن الغرور، بعيده هوايه، بالعكس يتهموني بالتواضع. انه شوفي اني شو وصلت لقلوب الناس من خلال التواضع. الحمد لله والشكر متواصله ويا ناس. تتواصلي مع الناس على الفيسبوك، اذا حدا حكى معك بترد عليه؟ بالضبط. طب ليش شفتنا صفحات كثير باسم حنين حداد؟ يعني بتعملي بحث على الفيسبوك بتلاقي حنين حداد كثير، الفنانه حنين حداد. هو هذا الموضوع مو بس وياي، موضوع ويا كل فنان، انه دائما ما اعرف ليش هذا الموضوع، انه مواقع مزيفه او ولد مسوي الموقع وهذا. بصراحه انا طب صفحتك الرسميه كيف ممكن يعرفوها الناس انه هيدي؟ انا ما عندي اي صفحه رسميه، عندي بروفايل شخصي بس، حنين حداد. حنين حداد بالانجلش HANE، وحداد طبعا اللي هي بالانجليزي نفس السبيلنج بالانجليزي HADAD. فما عندي يعني بس هذا الموقع انا اديره شخصيا. اي موقع باسم حنين حداد سواء كانت بيج او اي صفحه ثانيه. عندي انستغرام متواصله ويا الناس، وعندي فيسبوك بس. ولا عندي كيك، ولا عندي مثل ما قالوا مره تويتر. لا انه بعدني حتى يعني
مو كلش يعني علاقتي بالنت قويه. مين دعمك بالوسط الفني؟ لمين بتوجهي شكر؟ بصراحه شكر وتقدير بالمره الاولى والاخيره اساتذتي بمعهد الفنون الجميله اللي لحد هاي اللحظه هم مفتخرين بي. اكو فنانين عراقيين سندوني مثل الفنان يعني احمد نعمه شجعني، فنان كبير طبعا احمد نعمه شجعني، الملحن الكبير محمد هادي طبعا اكيد كان يسمعني ويشجعني. الحمد لله والشكر انه اني يعني عندي رفاق كلش كبير من عندي الفنان الكبير حميد منصور. هم ازيد من موضوع لحد هسه هو وياي ويشجعني وكذا موضوع، يعني تحياتي لهم من خلال هذا البرنامج. اكيد نوجه لهم تحيه. حنين انت اجيتي لاول مره على الاردن، كنت مقيمه في سوريا وفي بيروت وفي بغداد. اول مره بتجي على الاردن، خبرينا كيف كان استقبال الجاليه العراقيه هون والاردنيين الاشقاء، استقبالهم إلك، وكان في دعم إلك من هون من الأردن؟ بصراحة أنا تفاجئت، يعني الاستقبال كان الأردنيين أكثر من العراقيين. يعني تحياتي للإعلامي بسام غانم، تحياتي الكثير من الإعلاميين والفنانين اللي يستقبلوني هنا، والفنانين حتى العراقيين اللي موجودين بعمان، وكان اهتمامهم بي كبير يعني بصراحة. يعني هاي الموضوع أنا كلش فرحانة بيه. وحتى إلي شخص رفيقي فنان قبل شي يومين قال لي بس أريد أعرف يعني أنت شنو منين، يعني هاي أول دخول الأردن ليش هالقد يعني يعرفوك؟ لا أنا علاقاتي قلت لك بالفيسبوك الحمد لله والشكر موجودة، ودائما ينزلون صوري والحمد لله والشكر لحد هسه، يعني يوميا يخابرني كذا مصور داخل كذا قناة مثل قناتكم طبعا اللي أحييها واهتمت بيها هواية. بدنا نطلع فاصل قصير نرجع نتواصل معك، لكن حنغني أغنية قبل ما نطلع فاصل. أوكي؟ نغني. لو قلت لك حبيبي عيني فدوة ويا أهل الحسد ابتلي بلوى، لو قلت لك حبيبي عيوني فدوة ويا أهل العتب ابتلي بلوى، والله الدنيا بلياكم ما تسوى، والله الدنيا من دونكم ما تسوى، فدوة 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 يا قناة البابلية فدوة. هاي لكم طبعا. عدنا مشاهدينا من جديد مع الفنانة حنين حداد وفقرة ايه او لا. رح اسألك حنين سؤال، حتجاوبيني ايه او لا. بسرعة لو شوية افكر. لا بسرعة بعدين بنقول ليش جاوبتي ايه او لا. هاي شغلة تخوف. بتآمني بالمثل اللي بيقول اعمل خير وكب البحر؟ ايه. هل لمستي اعداء في الوسط الفني؟ لا. هل بكيتي؟ اي. هل ندمتي على شيء؟ اي. تتبني مبدأ أسير ببطء لكن بثبات؟ أكيد. واثق الخطوة يمشي ملكاً؟ إيه. سألتك إنه إذا بتآمني بالمثل بيقول اعمل خير وكب البحر، قلتي لي إيه؟ عاملي هيك شيء خير مع حدا هواية. هواية يعني ولحد هسه يعني بعدني اسوي خير وادب الشط. بتكبي بالبحر. بالضبط. طيب كمان بتآمني بالمثل بيقول اتقي شر من احسنت اليه؟ صحيح. بتديري بالك من الريس سد واستريح. بالضبط. بتديري بالك من هودي الاشخاص اللي ممكن ربما يكونوا طعنوا مره واحده، بتسامحي ولا خلص بتديري بالك منهم؟ انا مو ادير بالي من عندهم لان هم ما ياثرون علي، بس ابتعد عنهم قدر الامكان، ابتعد عنهم. قلت لك انه هلا مستي اعداء في الوسط الفني، قلت لي لا، بس دائما الفنان الناجح وخاصه في عمرك وحققتيه بحياتك ربما يكون لك اعداء، وخاصه الفتيات. يعني بصراحه هذا الموضوع يعني انا ما احب ابالغ به. انا الشيء يعني اذا ما اشوفه بعيني ما اقدر اقول عليه يعني موجود. انا اي عداء انت بتعتبري الكل اصدقائك؟ يعني اي عداء بالوسط الفني مع فنانه ما عندي. كلهم صديقاتي الفنانات، اسراء الاصيل، دالي، نادين، يعني كم مروه احمد. من خلال الوسط العراقي ترى الاسماء معدوده بي. كلهم صديقاتي يعني ما شفت من عندهم شيء. سالتك انه هل بكيتي، قلتي لي ايه. عمين بكيتي؟
هل؟ لا انا دائما ابكي اصلا هواي ابكي فماكو هل يعني، لا هواي ابكي اصلا. تتبني مبدأ أسير ببطء لكن بثبات. ربما حكينا بالبداية عن أنه أنت بتختاري بالضبط. أغاني قليلة حتى توصلي وتنجحي، فبتتبني هذا المبدأ أنك بتصيري بثبات ببطء حتى تنجحي في الأخير. بصراحة بسمع أنا مو يعني إلا بالفن يعني أسير ببطء، حتى بحياتي يعني قلت لك إنه أنا من مثلا أريد أشتري سيارة تعدي لل1000 قبل ما تشتريها؟ مو بالضبط يعني، حتى أفكر إنه ما يخاف خلي أظل أبيع هاي السيارة، أظل فترة بدون سيارة ما يخالف، بس ما يخالف، بس إنه أنا اللي الشيء اللي تقتنعي الأحسن من عنده بيه. أقتنع بيه أجيبه. حتى بالأثاث مالت البيت، حتى بأي شغلة أريد أسويها يعني أنا قنوعة أنت؟ بالضبط قنوعة؟ كلش قنوعة، خصوصا باللي كتبه إلي رب العالمين. تآمني بالقضاء والقدر؟ لا، آمن بثقتي برب العالمين، لأنه دائما أنا على نياتي وما عندي سوء ضد أي بشر، فإيماني برب العالمين كبير، إنه دائما هو يوفقني كل خطوة أمشيها. بدنا نسمع هلا منك أغنية حتى ننتقل لفقرة كلمة بكلمة. يلا أوكي. راح تكون هاي آخر أغنية ولا بعد بدنا أغنية؟ هلا بنشوف، بلكي بتغني لنا كمان مو أنا هاي آخر أغنية أغني لك أغنيتي الجديدة، بس إذا مو آخر أغنية على مود لا، في الأغنية الجديدة رح نختم فيها. هلا غني لنا أغنية عادية. أوكي، حنغني شيء بما أنه ذكرنا الفنان كاظم الساهر. يلا. الكبير طبعا القيصر، راح نغني له شيء. سلمتك بيد الله يا محملني آذية، ويا ريت ما شفتك وش جابك عليا، ويا خسارة تعبي وياك، وك ما تستاهل أنا هواك، يا خسارة تعبي وياك، ما تستاهل أنا هواك، يا ظالم ما ترحم، ما يبكيني عذابك، ما أشكي وأتألم، ليغرك شبابك، دنيا وبيها عيش غصبا عني وعنك، ما أرضى بلا حب لا ولا أترجى منك، سلمتك بيد الله، سلمتك بيد الله. الله. أغنية تخبل طبعا. جتي بوقتها مو؟ اجت ذكرتيني بشيء. أغنية سلمتك بيد الله طبعا من الأغاني الجميلة للفنان القيصر كاظم الساهر، بنوجه له تحية. وصلنا لفقرة كلمة بكلمة يا حنين، راح أحكي لك كلمة حد تجاوبيني بكلمة بالمعنى تبعها. العراق. وطني. الأم. ما أعرف يعني الشريدة أقولها قليل بحقها. السياسة. قلبي. السياسة. بعيدة. الحرب. قاسية. الحب. ما موجود. الموسيقى. حياتي. الغربة. مرة. الفنان ماجد المهندس. الكبير. الكذب. أكرهه. الخيانة. مرة. الوفاء. أعشقه. الصدق. ما موجود. طبعا احنا رح نسال ليش قلت لك كل كلمه وقلتي لي معناها. سالتك العراق، قلتي لي وطني. اكيد العراق وطنك. وطني واعشقه واحبه وكل يعني مو هسه يعني من انا صغيره يعني عندي مشكله انه انا وطنيه اكثر من اللزوم. الام قلتي لي عشقي. لا انا توقفت سالتيني عن الام ما عرفت ما عرفت بشو بدك توافيها حقها. يعني هي الوطن وهي البيت وهي الاب وهي الاخ وهي الاخت. بنوجه لها تحيه لوالدتك ولكل امهات الشعب. اكيد تحياتي الها. يعني اللي مثل ما نقول باللهجه العراقيه هوايه اللي ما تكفي، وش قد ما راح اظل اقدم لها، وش قد ما راح اظل اقول شكرا لها، ما راح يوصل الذره من التراب رجليها. الله يحفظك الي ان شاء الله ماما، يا ربي طولة العمر ويخليك شمعه الي طول العمر. امين. السياسه قلتي لي بعيده. بعيده، انا بعيده عن السياسه. ما تحبين السياسه؟ ما لي علاقه اصلا. الحرب. الحرب قلت لك قاسيه بسبب اللي تولده، انه تولد الخراب، تولد الجهل، تولد هواي اشياء.
دمار من شعوب الدمار ودمار. بالضبط. وانت شفتي يعني الاشياء اللي مرينا بها، يمكن سوريا والعراق وايد اثروا بهاي المواضيع. الموسيقى الموسيقى تحبيها، تقبل الموسيقى؟ حتى اوقات فراغي اتمنى اكون فيها يعني انه اني تسمعين موسيقى او تغني. انا قلت لك دراستي مسرح، الدبلوم شهادتي مسرح، الان راح ادرس بكالوريوس موسيقى بالضبط. الحب اللي ما موجود؟ ما موجود بصراحه، لانه قلت لك انا مريت بتجربه حب مره كانت الضربه القاسيه. لا هي بالحب. كانت المجازات خيانه. فممكن انه اقول لك يجوز طالعه من تجربه اقول لك، بس اللي لمسته انه انا اكثر حتى من صديقه الي نفس الموقف تحكي لي، قلت لك ماكو حب يعني ما موجود، ما شفت اكو حب حقيقي. الغربه مره طبعا اكيد مره بسبب انه خصوصا انه الواحد اذا يكون وحده وبعيد عن اهله، اعتبر يعني هذا الموضوع كلش يعني صعب. مره الغربه اكيد. طبعا أكيد. الفنان الكبير ماجد المهندس قلت لي هو فنان كبير. كبير طبعا اكيد، وارجع اقول لك هو فنان كبير ومثابر بنفس الوقت، ويعجبني خصوصا من يغني كلام ابيض، يعني احسه يعني نقي طالع من عنده. خيانه مره مو صح؟ اي طبعا اكيد مره. الكذب يعني اشرب قهوه مره بس ما احب ما بتحب الخيانه. الكذب اتعس شيء بحياتي، يعني اكو كذب يسموه ابيض، اكو كذب يسموه ابيض انه ما ياثر على حياتي، هذا حتى الكذب الابيض انا ما احبه. يعني خلي يكون الانسان يعني تحبين الصدق؟ لا خلي يعني دائما يعني الصراحه الجارحه احسن من الكذب. يعني على شنو؟ يعني واحد خليه يتحمل اي شيء يقوله. تحبي المجامله؟ لا ما تحبي، تحبي الواحد يكون صريح معك. بالضبط دغري. تتقبلي النقد؟ اتقبل النقد ومستعده اذا كان بناء. بالضبط. ومستعده، لا حتى لو ما يكون بناء مستعده انا يعني تعالجي الموضوع. لا مستعده يعني اجادل بهذا الموضوع. رح قبل ما نختم بأغنية معك حنين رح تخبرينا عن أعمالك الجديدة، وطبعا خبرتني العصفورة أنه عندك عمل جديد سيعاد مع الشاعر صهيب السامر. متأكدة سعادة هي العصفورة؟ متأكدة أنت مذيعة؟ أنا لا عندي عصافير كثير. أوكي. بصراحة هاي من يومين طبعا، ولسه الكلام موجود عندي بالواتساب. صهيب كلمني من مصر. هاي عصفورة سريعة إذا من يومين. فقال لي انه اكو عمل بيناتنا جديد، والعمل يتكلم عن انه الشخص اللي انا احبه هو متزوج ويحبني، ويعني ما يقدر يعني نسوي علاقه بيناتنا بسبب واحد انه هو يعني زوجته تماما، وانا بنفس الوقت يعني راح اكون مظلومه. يعني هيك بتقول كلمات الاغنيه؟ هاي كلماته اكيد كلمات الشاعر صهيب، وراح تكون من الحان مصدق، فنان مصدق. وحاليا احنا راح نشتغل الماستر بمصر، الآلات راح نشتغلها كمان يعني بمصر. وان شاء الله يا ربي راح نسوي عمل ونصوره اكيد طبعا احنا، لانه مطلوب من عندنا هذا. دائما يسالون ليش ما كملتوا وليش. وتحياتي الصهيب اللي هو ما قبل يشتغل ويا اي فنانه، يعني قال انه اني خلص حنين يعني وتعلمت ويا حنين، وتحياتي له وان شاء الله يا ربي بالتوفيق والوفاق بكل مجالات حياته. اعمال جديده اخرى الك؟ اعمال جديده اخرى انا عندي هسه مهيئ تصوير عملين. واحد من اخراج الكبير طبعا الفنان سوران علي شريف، عندنا موقع تصوير ببيلاروسيا صوروا باوروبا، والثاني من تصوير راح يكون شركه تقارب، وهسه راح اختم به. طبعا العمل طبعا عربي وليس عراقي. ان شاء الله يا ربي راح تنتظروني باعمال احلى، وان شاء الله تكون تعجبكم اكثر. باغانيكي القادمه يعني في تنوع؟ ما حتغني بلهجات اخرى في المستقبل؟ طبعا انا حتى باللهجه الاردنيه راح اغني. عندي عمل مع مصعب اللي نجم ستار اكاديمي. قبل 4 ايام اتفقنا، كلمني عنده عمل راح ننفذه الحمد لله والشكر. حتغني يعني بعده لهجات في الاعمال القادمه ان شاء الله بكل شيء. اكيد نتمنى لك التوفيق ومزيد من النجاح. حنين انت فنانه موهوبه وتستاهلي انك دائما تكوني في المقدمه. حنودع مشاهدينا باغنيه من ذوقك من اعمالك الجديده، وحتكون حصريه لنا ان شاء الله. طبعا اكيد هو كل شيء صار حصريا اليوم. اذا بدنا اغنيه حصريه لبرنامج طلوا احبابنا. اوكي. اول شيء خلينا نختم حتى نودع المشاهدين باغنيه منك عشان يلا اوكي. اذا مشاهدينا بالختام بنودعكم على امل انه نشوفكم بحلقه جديده من طلوا احبابنا. بنودع الفنانه حنين حداد ونشوفكم مع فنان جديد. الى اللقاء.
ما في من حبيبي بجماله، جماله حتى في خياله، الله حاط في قلبه طين عسل ما في منه، قمر يضوي كأنه في ليلي، ملاك انا احسه يا ويلي، لو بس حضنا مرة واحدة احس داخل في جنة، قمر يضوي كأنه في ليلي، ملاك انا احسه يا ويلي، لو بس حضنا مرة واحدة احس داخل في جنة. باي.